تحصل احد منهم. شنو في يعني شنو انا جايك في الحديث. توكل على الله. انا بودي ان يكون هذا الامر بشكل واضح امام الناس، لان اليوم الامر ما قاعد بالخطيئه اللي ارتكبتها الحكومه، ما قاعد الامر الان واضح جدا ان الحكومه مستعجله خلال فتره ما قبل الانتخابات لتسكير هذا الملف. هي خطابات ضمان، والمجلس التأسيسي يقول بالنص بأن الكفيل يتحمل عدم قدرة المكفول على السداد. هذه القضية اللي كنا طارحينها. ثق بالله لو جرت الأمور بالجانب الدستوري والجانب الفني، وبقول لك أنا إحدى النقاط الفنية للأسف اللي ما أخذت فيها الحكومة، وأنا أبي الناس يسمعون، أنا الحكومة قاس ايدي منها، وإذا كان هناك نواب يحترمون إرادة الأمة هم اللي في قادم الأيام بإذن الله سيحاسبون هذه الحكومة حساب عسير. لكن أنا أقول لك إحنا إذا شو بيضر؟ ترى التاجر اللي يعتقد أن مشكلته هي انعكاس للأزمة الاقتصادية والعالمية، صدقني ما راح يضره لما يكون هناك قانون لكل كفالة. تقول لي ليش يرفضون؟ أنت تتكلم الآن عن 99 شركة على سبيل المثال تحت رقابة البنك المركزي. نعم. ثق تماما لو طبق هذا القانون والجانب الدستوري وكل كفالة ظهرت بقانون، صدقني راح يجيك عشرات منهم لن يقدموا، لأن في إقدامهم كشف للمستور. تقول لي شلون؟ أقول لك يعقل الآن حكومة تأتي لتدفع من أموال الشعب وأموال الناس مثل هذه المبالغ الطائلة أمام مديونيات بدأت تلسع ظهورهم لأن الأقساط حلت عليهم على حيتان الاستثمار، وبعد ذلك في المرسوم بقانون. ويعرف الأخ أبو محمود في التعديلات اللي قدمناها كنا نتحدث عن 3 سنوات. تأتي الحكومة لتتحدث فقط عن التعاملات المالية لأعضاء مجالس إدارات الشركات 3 أشهر ابتداء من 1/9. أسألك بالله شنو التغيير اللي راح يجي لما تجي فقط تناقش التعاملات المالية لأعضاء مجلس الإدارة اللي يعتقد هم من ورطوا شركات الاستثمار، هم اللي أوصلوها إلى هذه المرحلة، هم اللي خسروا صغار المستثمرين وورطوهم، وبالتالي حولوا الأموال وخذوا القروض وحولوا استثماراتهم. عندك شركات صناعية أخذت من البنك الصناعي بنسبة 0.5% الفوائد، أخذوها بمبالغ ضخمة. أخذت عشان ليش؟ المفترض أنك تطور القطاع التصنيعي في البلد. أخذوا هذه المبالغ وحولوها إلى سوق الكويت للأوراق المالية، وبالتالي خسروا الخسائر اللي أنت شايفها. بس دكتور محمد صباح اللي قلت عنه وزير الحجة بالحجة قال في تصريحه الأخير أن هذا القانون يحمي المدخرات، هذا القانون يحمي المؤسسات المالية اللي فيها مدخرات المواطنين، وكان كل كلام أن هذا القانون حماية. هو كلام، بس هو كلام. أي مدخرات الناس؟ خلي يقولي شنو مدخرات الناس اللي يقصدها. مدخرات الناس غرقت. الناس وقفت أمام وزير مالية الكويت ليقف يقول حق الناس أحسن وقت للشراء الآن. كل مدخرات الناس ضاعت. مو نصيحة، كانت نصيحة. ما يجوز. حكومة الكويت لما تجي على لسان وزير المالية ويقول حق الناس أحسن وقت للشراء، هذا الوقت أنا أعتقد هذه كارثة وهذه خطيئة. الأدهى والأمر من خطيئة وزير المالية. خذلهم الوزير لما قال هذا؟ خذلهم. الوزير قدم معلومات مغلوطة. اللي ارتكب الخطيئة الأكبر والأقوى من خطيئة وزير المالية هو سمو رئيس مجلس الوزراء، لما أعاد وزير المالية مرة أخرى بعد هذا التصريح وبعد ما ورط الناس وقرق الناس، أعاد وزير لمالية الكويت مرة أخرى. هل حنا بالفعل نريد إيجاد حلول لأزمة عالمية انعكست على اقتصاد الكويت، أما محاولة استخدام الكلمات والتضليل وخلط الأوراق؟ هذا أمر مرفوض ولا يجب أن نقش الناس فيه. لذلك احنا نعتقد من أولوية اللي يجب أن نتحرك فيها، وهذا نعتقد التزام من الناس يجب أن يأخذوا على المرشحين إذا الله سبحانه وتعالى وفقهم بالوصول إلى مجلس الأمة، أن هذا القانون الخطيئة الغير دستوري الذي ارتكبته وصدرته حكومة غير دستورية، أنا أعتقد أقل ردة فعل هو أن يرفض هذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وبالتالي لا يجب إطلاقا أن نعالج أثاره، ومجلس الأمة القادم هو المسؤول عن إيجاد قانون متكامل لحل هذه المشكلة وفق الجوانب الدستورية والفنية. نعم محمود، احنا